هلا والله، تحديثات جديدة في الواتساب الجزء الأول. السلام عليكم، معاكم إيمان محمد. وحشتوني جدا وجاي أقول لكم إيه آخر الحاجات اللي حصلت في واتساب أو اللي هتحصل في واتساب الفترة اللي جاية. أول حاجة، قريب جدا هيتوفر عندك زرار ريبلاي أو الرد على الصور والفيديوهات وحتى الصور المتحركة. الأول كنت لازم تسحب لليمين عشان ترد عليها، لكن قريب جدا بمجرد ما حد يبعت لك صورة فيديو أو صورة متحركة تضغط عليها تفتحها، هتلاحظ فيه هيبقى وجود كلمة ريبلاي أو الرد وفي مكان تكتب تحته. تاني تحديث، قريب جدا واتساب هيسمح لك باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء أي ملصقات أنت عاوز تبعتها. يعني مش بس هتقدر تختار الملصقات العادية اللي موجودة على الواتساب، أنت كمان هتقدر تبتكر شكل ملصقات جديد بمجرد ما توصفها. الذكاء الاصطناعي هيصممها لك على شكل ملصق وتقدر تستخدمها بمنتهى السهولة. ثالث وأقوى تحديث فيهم، إنك قريب جدا هتقدر باستخدام الذكاء الاصطناعي تتكلم معاه. تتكلم مع مين بالظبط؟ هتتكلم مع الذكاء الاصطناعي بأي شخصية أنت عاوزها، والأحسن من كده إن الشخصية دي هتكون عبارة عن أي مجال من المجالات اللي أنت مهتم بيها، الفن، الرياضة، التكنولوجيا، أيا كان. الأخبار أو التحديثات دي بدأ فعليا طرحها لمستخدمين الميزة أو النسخة التجريبية من واتساب. يعني ما تستعجلش عليها وتقول ما وصلتنيش ليه، يمكن توصلك قبل غيرك أو بعد غيرك، لسه محدش عارف، ولكن كلها أخبار رسمية وهتحصل في وقت من الأوقات. لو عاوز تعرف كل الجديد أول بأول تابعني عشان يوصلك كل الكلام ده. وكمان أنا عندي قناة على الواتساب، ما تنساش تتابعني عليها من اللينك اللي موجود في البايو.